اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. ربنا يجعل قلوبكم دايما سعيده وفرحانه وكلها سعد وهنا يا رب. دايما ادعي ربنا بالسعاده والهنا ليكي وللي حواليكي ولكل الناس اللي حواليكي. تعالوا نعمل مع بعض اكل لذيذ النهارده، بما انه اكله الويك اند يعني. اكله الويك اند ديت لازم تكون مميزه، فتعالوا نشوف المميز فيها ايه النهارده. جبت حله وحطيت فيها نصها ميه، وحطيت فيها كمان ملح وكمون وشويه خل عشان الحله بتاعتك ما تسودش. لو بتسلقي في حله زي كده الومنيوم، حطي شويه خل. وهنحط الكرنبه بتاعتنا اول ما الميه تغلي. تمام كده. وهي بتغلي بقى وهي بتستوي، ما احنا بنسلق الكرنبه يعني هنعمل كمان خلطه المحشي. هو احنا يعني هنفضل واقفين للكرنبه؟ لا، تعالوا نعمل كمان خلطه المحشي. هجيب حله واحط فيها بصل مفروم متقطع بايديكي او محطوط في الكبه او اللي انت حابه تعمليه اعمليه. وحطيت عليها كمان المادة الدهنية بتاعتي. طبعا انا بحب احط للمحشي توابل صحيحة، فهنحطها مع بعض. بس نشوف بس اللي ايه الكرومبة الاول، نقلبها كده لانها استوت من ناحية. هحط بقى التوابل الصحيحة اللي هي ايه: قرنفل وحبهان وقرفة، كله صحي زي ما قلت. وكمان ورق لوري. التوابل ديت بتدي طعم حلو جدا ونكهة حلوة جدا، ودايما بتخلي المحشي له طعم وريحة مميزة. فنحطها كده مع بعض في الأول علشان تطلع الزيوت بتاعتها. وهنحط كمان حتة بنجرية كده عشان اللون. أيوة اللون وكمان تغذينا وطعمها حلو. هنحط كمان التوابل الناعمة. حطيت فلفل اسود وكمون وكزبرة. وطبعا عندي توابل اللي هي اللي انا طحناها، اللي هي الصحيحة يعني منها صحيحة، اللي هي برضو حبهان ورونفل وجوز الطيب وورق لوري. برضو عامله لي ايه برطمان كده للحاجات اللي زي كده. حطيت منها معلقة وخلاص كده التوابل بتاعتي خلصت. بعد ما شوحت البصل وبالتوابل وطلعت ريحتها كده، نزلت بالطماطم. واحنا كده شغالين بنطلع الكرنب اللي اتسلق. خلي بالك الكرنب ما الكرنب ده بيغيب على البوتاجاز لحد ما بيتسلق، فخلي بالك ممكن يتسلق منك جامد ويتهري منك لانه في لحظة بيتهري. فتعالوا بقى نسيب الطماطم تتسبك. وكمان خلصنا كمان الكرنب بعد ما سلقناه. تعالوا بقى نشوف البطاية اللذيذة ديت هنعمل معاها ايه. جبت بصلاية كده صغيرة وحطيت عليها فلفل اسود وكمون وكمان فص توم كده مفروم ناعم. ليه؟ علشان نعمل مرتة حلوة كده للبطة. احنا عايزين البطة ديت تبقى مسكرة وطعمها حلو وكمان ريحتها تجنن، والشوربة بتاعتها كده تبقى طعمها تحفة. همسك البصلاية كده بالثوم بالفلفل الاسود والملح، وامسكهم كده ادعكهم بايدي يعني لحد ما البصلة كده تطلع تقريبا كده تطلع مية. وهمسك بقى البطة بتاعتي وادخلهم كده جواها كده واعمل لها مساج من جوه. يعني اخلي البطة كده تشرب التتبيلة دي. هركنها على بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه في المحشي بتاعنا. بعد ما الطماطم بتاعتي اتسبكت، هقطع كده قرن فلفل عليه. طبعا القرن الفلفل ده لو حابه تقطعيه مع البصله قطعيه، بس انا نسيت ان انا هقطعه فقلت اقطعه هنا لان الكرنب بيحب البصل الاخضر كده، بيخليه له نكهه حلوه وطعم حلو. قصدي الفلفل الاخضر. بعد ما قطعته كده نزلت بالرز اللي انا غسلاه. وكمان الملح، ما تنسيش الملح، اهم حاجه الملح. وهديله تقليبه بقى لحد ما ايه كله يتقلب مع بعضه. تمام. انا شلت معلقه من الصلصه ديت علشان هحتاجها بعدين. هنزل بقى بالخضره بتاعتي: شبت وبقدونس وكزبره وكمان عود نعناع اخضر كده بيخلي طعم المحشي تحفه. جربيها حاجه كده طعمها يجنن. بعد ما قلبته كده هنزل في البوله اللي غسلت فيها الرز، لان انا هعمل هحشي اللي في الحله دي. بس ايه فضيته بقى علشان احط فيها ايه الارضيه للمحشي. حطيت كده طماطم وفلفل. الطعم برضو بيدي طعم حلو خالص للمحشي بتاعنا. فهسيبها بقى كده على جنب لحد ما اقطع لحد ما اقطع الكرنب. الكرنب طبعا انا كنت مجهزه جنبي طبق فيه ميه علشان اطلع من هنا احط هنا على طول. ليه؟ لان عشان يوقف السوى علشان ما يستويش مني جامد ويتهري. همسك بقى كده كام ورقه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وامسك اقطع الايه العرق بتاعهم والفهم واقطعهم. هقطع بقى الايه على قد المحشيه اللي انا عايزاها. الكرنب الصيف تخين، الورقه بتاعته بتكون تخينه شويه، فخلي بالك منها. مسكته كده قطعته كام ورقه كده علشان اقعد احشي معاكم كام محشيه، واروح اكمل الباقي بقى ايه وانا قاعده. انا مش هفضل واقفه كده ده كله يعني.
هقطعه كده قطع صغيرة على قد المحشية بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت قبل كده خلي بالك من الكرنب الصيفي، لان الكرنب الصيفي بياخد وقت في السلقية وممكن يطير منك في لحظة، يعني مثلا ممكن تلفي كده ترجعي له تلاقي اتهرى، فخلي بالك من الحتة دي. فلو بتعمليه يا اما ما تغيبيش عليه. تعالوا بقى بعد ما قطعنا كام واحدة كده هنحشي. طبعا زي ما قلت الورقة عريضة، سوري تخينة، فما تحطيش فيها رز كتير، لان عشان المحشية تبقى ايه سمباتيك كده وعود فرنساوي معاكي. هحشي بقى كام محشية مع بعض كده. وطبعا البطة بتاعتنا على جنب اهي بتتبل، يعني سايبينها تتبل كده على جنب. الورق اللي بيطلع من حرف المحشية كده انا ما برموهوش، شايفين اهي محشية مني طلعت اتقطعت ورقة، فاخدت منها وايه وكملت كده المحشية عشان ما تتهدرش، حرام الحاجة غالية ومولعة نار. تمام كده. شايفين بقى المحشي بعد ما حشينا كام واحدة؟ تعالوا بقى ايه نركنه على جنب لحد ما نحط البطة بتاعتنا تتسلق، علشان ندخل ايه نقعد بقى ايه على الارض كده ونقعد نحشي. حطيتها الحلة وحطيت فيها مادة دهنية وحطيت فيها توابل صحيحة، انا بحب اشوح البطة بالتوابل الصحيحة دي، تديها نكهة حلوة وتديها طعم حلو. إيه حطيت قرفة وحبهان وقرنفل، ورق لوري وكبيبة صيني، كل التوابل اللي انت حابة تحطيها. وكمان هحط قشر برتقال، وكمان هحط لومي مجفف. طبعا اللي انت حابه تحطيه توابل، اي حاجه انت حابه تحطيها حطيها. هديهم هزه كده وانزل كمان بالبطه بتاعتي، هديها تشويحه بقى معاهم، لان البط بيحب يعني بيحب التوابل تكون كتير عليه. وهنزل كمان بقرن فلفل وطماطميه كده اقطعها قطع صغيره، مش يعني ايه 4/4، وكمان جزرايه والبصلايه البصلايه بتاعتنا. وهديله تقليبه بقى وانزل عليها بالفلفل الاسود وكمان الميه بتاعتنا وخلاص. هغطيها بالميه واسيبها اول 10 دقايق على نار عاليه، يعني اول ما تغلي يعني على نار عاليه، وبعد كده ايه اسيبها ايه على نار هاديه خالص لحد ما تستوي. هنا استوت معايا، اطلعها بقى من الشوربه لانها استوت خلاص، وحطيت لها الملح بتاعها وظبطتها. تعالوا بقى نسقي المحشي الشوربه بتاعتنا. حطيت الاول كده شويه كمون لان الكرنب بيحب الكمون. هغرقه كده شوربة، بس طبعا هسيب الصف الاولاني كده يا دوبك يكون نصه شوربة، مش عايزاه يكون يعني ايه علشان المحشي بتاعك يكون حلو، يكون مفلفل وحلو. هديله هزة كده عشان اللي ايه الشوربة تنزل تحت. وطبعا لو في اي توابل صحيحة طلعت معاكي مع الكبشة وانتي بتحطي الشوربة تشيليها. هيستوي بقى على جنب، وتعالي نشوف معلقة الصلصة اللي شلناها عملنا فيها ايه. اخدت كده معلقة منها حلوة ونزلت عليها فلفل اسود وشوية سكر وشوية زيت وشوية ملح. ليه؟ علشان نمسك البطة بتاعتنا هنشوف هنعملها ازاي، تطلع معاكي طعم حلو وطعم يجنن، ويعني ايه تديكي طعم حلو قوي. قلبتهم كده مع بعض، وهجيب بقى البطة بتاعتي، بس هحط شوية شطة الاول عشان يديكي طعم مشطشط كده. هحط البطة في الصينية ديت عشان ادخلها الفرن تتحمر في الفرن. همسك بقى بالفرشة ادهنها كده زي ما انتوا شايفين كده عشان تتحمر معايا يبقى لونها حلو وطعمها كمان حلو. تعتبر تتبيلة حلوة خالص للبطة. هحطها بقى في الفرن وتعالوا بقى نشوفها بعد ما طلعت. شايفين جمالها؟ شايفين لونها ولا ريحتها؟ حاجة كده ايه فوق الخيال. تعالوا بقى نغرف المحشي بالراحة بالراحة عشان ما توقعيش. عدل الطبق، ايوه بالراحة عشان ما يقعش. شايفين المحشي مفلفل ازاي، والصبع بصبعه ومفيش اي حاجة مفكوكة وكل حاجة ايه زي الفل. وغرفت كمان شوربة، الحلة سخنة مولعة نار مش عارفة امسكها لانها لسه نازلة من على البوتاجاز. كده غرفنا. ايه رايكم في الاكل بتاعنا النهارده؟ شايفين المحشي؟ انا جعت. الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ سمسم. شايفين البطه وجمالها؟ يا سلام. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.